على الفرص اللي راحت، وهيندم دمنهور على الاستحواذ بلا نتيجه. وادي النجم تريزيجيه وادي الهدف اهو. شو اقول لحضراتكم؟ انا بقول لحضراتكم هيندم وفي الدقيقه 30 ويحط عماد متعب هدف الاهلي الاول في المباراة من أول لمسة من لعبة حقيقية من النجم تريزيجيه أهو. هو ده الورقة الرابحة، وهنا الخبرة بقى، ما وقفهاش ما عملهاش، على طول عارفة رجليه عارفة الجول. عماد متعب وهدف جميل، عماد متعب وهدف جميل في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول. ولسه بقول لدمنهور هتندموا، لسه بقول لدمنهور أو بقول لحضراتكم النادي الأهلي عنده اللي يجيب أهداف من أي فرصة. إذا 29 دقيقة دمنهور متفوق وجاله فرصتين ودقيقة واحدة بس فهرب منها تريزيجيه اللي هو أصبح دلوقتي نجم. خلي بالكم تريزيجيه هو نجم الأداء بتاع النادي الأهلي كذا مباراة ومش واخد حقه، ويلعبها حلوة قوي. على الهدف الجميل، على الهدف الجميل بتاع دمنهور. اهداف حلوة قوي في يعني هنشوف هي ملعوبة حلوة قوي. 1-1 هدف جميل اهو. الراجل جاي يبوس محمد عمر، وهنشوف ده مين اللي طالع ده اهو. 1-1 وهدف لدمنهور اهو. طلع في وسط 500 احمر وحطها حلوه قوي الصراحه. هدف جميل لدمنهور على طول، حلو قوي يعني للاعب دمنهور. هنشوف مين ده. راجل 21 حماده الغنام. اخيرا حماده الغنام اقصر واحد يطلع فوق ويحط هدف جميل جدا. حماده الغنام دي النجم الجميل. تريزيجيه يلعبها لباسم، وباسم يلعبها حلو قوي نفسه. يا سلام يا رفعت الفناجيلي، يا سلام لسه بقول لحضراتكم يا سلام يا رفعت الفناجيلي. قال لسه بنقول محمد رزق ما عملش حاجه، قال لي يا عم اسكت ده انا رفعت الفناجيلي. ولكن تريزيجيه وباسم، بص باسم حلو قوي من باسم، بصوا ادي رزق يا رفعت الفناجيلي يا رفعت. لسه بقول لحضراتكم النادي قال لهم كفايه كده اهوت. محمد رزق يعني لسه محمد رزق لاعب المقاولين العرب ولاعب النادي الاهلي. باسم عملها لنفسه حلوه قوي، وادي محمد رزق عملها احلى قوي. قال لك انا تمني فيا يا على طول. اسلم انور بول يا رب تخبط في العارضه، ما خبطتش في القايم. وادي تقدم ويرجع. ومين هيشوط من هنا؟ والله على الهدف، على الهدف بتاع ابو كونيه. لسه خالد بيبو كان بيقول لك بيجري كاسكس دي اسكندراني، يعني يسيبه في الدقيقه يعني 58 من زمن المباراه، يعني في الدقيقه 13 من زمن المباراه. بص حضراتكم هنشوفه مره ثانيه، مش اوفسايد، هو راح دلوقتي بقى لوحده، ولكن هدف جميل. لسه بقول لحضراتكم محمد نجيب وسعد سمير الاثنين سرحانين النهارده خالص، وهدف جميل 2-2. ابو كونيه اخيرا في الدقيقه 13 من زمن الشوط الثاني. هيدعفقوا على طول رضوان يوسف. فين الباك الشمال؟ فين نص الملعب؟ فين انما تحدى دمنهور النادي الاهلي في الدقيقه 13 من زمن الشوط. يعني الانديه دلوقتي بتستفيد استفاده كامله زي ما حضراتكم شايفين. مفيش اوفسايد، وادي الهدف الثالث. لسه بقول لحضراتكم يعني دمنهور يعني عملت اجاده. وادي على طول عماد متعب رجليه عارفه المرمى. نشوف الماتش الكره اللي فاتت دي. يبقى في الدقيقه يعني 82 في الدقيقه 37. بصوا هنشوف بقى عماد متعب في الدقيقه 37 من زمن الشوط الثاني يحط هدف الترجيح لنادي الاهلي. اتلعبت الكوره وادي تريزيجيه يلعبها على طول لعماد متعب. اذا تريزيجيه فعلا هو كلمه سر. بصوا على طول لعبها، وعماد متعب ما صدق لقى الجول قدامه ورجليه ما بتخيبش. خيبت في النهارده برده شاله. اذا في هنا حته لازم ادي يشوفها. وادي الكره العرضيه وادي هدف. يا سلام هي مستويات. هاتريك مين؟ عماد متعب هاتريك. ادي اهو كوره ملعوبه على طول حلوه قوي
حلوه جدا جدا من بامبو، ويصطاد على طول، جميله جدا. هو رجليه واخده على كده. ادي بامبو، شفت بامبو بقى ولا شفت بامبو؟ ادي كريم بامبو اللي نزل اهو. اذا الشباب يرجحوا يعني الشباب والخبره بقى، لازم نقول الشباب والخبره. كريم بامبو، واهو ادي محمد عمر طبعا خلاص.